فيديو جديد مع مستر هشام. ان شاء الله النهارده هنتكلم على قصتنا والفصل الثالث، قصه ذا ايرون مان. ذا ايرون مان الرجل الحديدي. في الفصل الثالث محور القصه ليه هيقابلنا دراجون اللي هو التنين، والتنين حجمه ضخم جدا، فالناس هيضطروا يستعينوا بمين؟ بايرون مان. يروحوا له سكارب بيتر يارد، ساحه الخرده، يقولوا تعالى انقذنا بقى، احنا دلوقتي عاوزينك المساعده، لانه بياكل ايه؟ دراج، بياكل الفورستس الغابات، انيمالز الحيوانات، البيبول الناس، فالوقتي عاوزين مين يساعدهم؟ الايرون مان. فيعمل حركه حلوه جدا عشان ينقذ الناس. طبعا الفصل الثالث من اهم الفصول في القصه. والان مع نص اللي موجود في الكتاب ومع شرح كلمه كلمه باللغه العربيه والانجليزيه. The Iron Man أهم الكلمات: creature, beautiful, star, grow, big, moon, unusual, earth, wing, long, tail, dragon, space, rocket. Like land, desert, nobody, forests, destroy, heart, test, strong, worry, huge, sun, fire, too much, win, award. ملخص الفصل طبعا. One night the people saw a beautiful star. It was red and it grew bigger and bigger until it was as big as the moon. Then one night an unusual animal flew down to earth. It had two large wings and a long tail. It was a huge dragon and it flew as fast as a space rocket. It landed on Australia. It covered the country from the desert to the sea. بيقول لك ذات ليلة رأى الناس نجما كبيرا وكان لونه أحمر اللون وأكبر وحجمه كبير جدا، أصبح زي القمر بالظبط في الحجم. ثم في ليلة من الليالي حلق طائر غير عادي الأرض، وكان له جناحين وذيل طويل، وكان تنين ضخم، وصار سريعا كالصاروخ الفضاء، وهبط على استراليا وغطى البلاد من الصحراء إلى البحر. Nobody know what to do. They all waited. The next day the dragon asked for food. It was hungry and it wanted to eat people, forests and animals. The people were very frightened and they wanted to destroy the dragon. They tried many times but they couldn't hurt the dragon. It was too big. لا أحد يعرف ما يجب القيام به، فانتظروا في صباح اليوم الثاني. طلب التنين الطعام ولقد كان جائعا، وأراد أن يأكل الناس والغابات والحيوانات، وكان الناس مرعوبين جدا وأرادوا القضاء على التنين، ولقد حاولوا القضاء عليه عدة مرات ولكن ما قدروش، ولهم ما عرفش يأذوا التنين لقد كان كبيرا. Hogarth heard what about the dragon and he was sure that the Iron Man could help. Hogarth asked the Iron Man, please, can you think of a way to help us destroy the dragon? Hogarth سمع عن التنين وكان متأكد أن الرجل الحديدي يستطيع المساعدة، فطلب هوغارث من الرجل الحديدي قائلا: من فضلك هل تستطيع أن تفكر في طريقة لتدمير التنين؟ The Iron Man sat down and he thought. Then he had an idea. The Iron Man went to Australia and found the dragon. This is a test. He said to the dragon, who is the strongest? جلس الرجل الحديدي وفكر في فكرة، ثم خطرت على باله فكرة. ذهب الرجل الحديدي إلى أستراليا للعثور على التنين. قال الرجل الحديدي للتنين: هذا اختبار هنعرف مين الأقوى. The dragon laughed because the Iron Man was as big as a tree. انتوا عارفين حجم الدراجون قد الشجرة او كبير، مش كبير قوي، لكن الدراجون حجمه كبير جدا. But the dragon was as big as Australia. The Iron Man wasn't worried. He sat on the ground and made a huge fire around him. The fire grew hotter and hotter. When the Iron Man was as hot as the sun, he stopped up. He said to the dragon, fly to the sun and sit in its fire. ضحك التنين الرجل الحديدي: أنت عامل زي شجرة، مش كبير، ولكن التنين كبير جدا مثل أستراليا،
وكان رجل الحديد لا يشعر بالقلق فجلس على الأرض وصنع حريق ضخم حوله واشتدت النار سخونة أكثر وأكثر. وعندما كان رجل الحديد ساخنا مثل الشمس نهض وقال التنين طير للشمس واجلس في نارها. The dragon flew to the sun and sat there. The people watched. When he came back to earth, the Iron Man sat in his fire again and told the dragon fly back to the sun. ترك التنين إلى الشمس وجلس هناك وشاهد الناس ذلك. وعندما على الأرض جلس رجل الحديد في ناره من جديد وقال التنين عد إلى الشمس. The dragon did this, but it was very hard. When the Iron Man asked him a third time, the dragon said, "No, I can't. It's too much." Then I have one. shouted the Iron Man. التنين فعل هذا ولكن كان صعب جدا. عندما سأل الحديد التنين مرة ثالثة قال التنين لا أستطيع، هذا كتير عليا. صح رجل الحديد أنا فزت خلاص. هي طبعا صورة يا جماعة جاي فيها قد ايه حجم التنين وقد ايه حجم الايرون مان. نيجي بعد كده سؤال مهم جدا. What time of a day do you think it? Why؟ ما هو اليوم في اعتقادك؟ طبعا امتى؟ بالليل، يبقى night time because it is dark and we can see stars and the moon. إنه ليل لأن السماء مظلمة ونستطيع رؤية النجوم والقمر. بعد كده بجيب أهم الأسئلة المهمة جدا. Why couldn't the people destroy the dragon؟ لماذا لم يستطيع الناس أن يدمروا التنين؟ Because it was too big. لأنه كبير جدا. بعد كده السؤال مهم جدا برضو. Why do you think the Iron Man said he was stronger than the dragon؟ لماذا تعتقد أن الرجل الحديدي أقوى من التنين؟ Because he sat in the fire. قعد في النار. But the dragon couldn't sit in the sun. ما قدرش. بعد كده Do you think that it was a fair test and why not؟ هل تعتقد أن هذا الاختبار عادل؟ لماذا ولماذا لا؟ No, because no one can sit in the fire of the sun. لأن لا أحد يستطيع أن يجلس في النار. نيجي على آخر سؤال. Why do you think that the Iron Man wanted to help the people in Australia؟ لماذا تعتقد أن الرجل الحديدي أراد مساعدة الناس في أستراليا؟ Because the dragon wanted to eat them and their animals. لأن التنين أراد أن يأكلهم وحيواناتهم. سؤال برضو تشوز. The people so beautiful. برافو عليكم ستار. شافوا نجم كبير. has two large wings and a long tail. طبعا دراجون. بكده يا جماعة نكون انتهينا من الفصل الثالث. وإن شاء الله يكون عجبكم وبإذن الله يتم المشاركة عليه. See you soon with Mr. هشام. Goodbye.